إذا حاضت فأنت تحيض معها وإن نفست فأنت أبو النفاس. يا أخي هذه فترة راحة للرجل ليعود إلى زوجته كالعريس، فإن النفس تتعب ويحصل لها ملل. 3 مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى السقام: دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. دعونا نتأمل هذه الأبيات. إدخال الطعام إلى الطعام. هل جرب أحدكم يوما أن يكون متغديا وبطنه مملوءة ثم يمر بصديق كريم يقدم له اللحم ومائدة طويلة، فإذا به يهجم كالأسد الجائع ويأكل مرة أخرى فوق طعامه الذي قد أكل؟ هذا الأكل الزائد يسبب لك أمراضا ومضر لصحتك وليس بفائدة. وهذا الذي يدخل إلى جسدك لن يخرج مع التبرز أعزكم الله، سيتخزن في شكل دهون في جسدك، في بطنك، في أكتافك، في أي مكان من جسدك سيتخزن عندك مخزون احتياطي، وإذا بك تصاب بالأمراض، بالسكري والكسترول وغيرها من الأمراض التي انتشرت والله المستعان. فإذا إدخال الطعام مضرة على الجسد. ثم قال دوام المدامة، ودوام المدامة هي الخمر، وهي تفسد العقل والدين، وقد كفانا الله عز وجل شرها بالتحريم. ثم قال دوام الوطء أي كثرة الجماع، فكثرة الجماع تنهك القوى وتضعف البدن إذا زادت عن حد الاعتدال. فلذا تسمع كثيرا من الناس يتحدثون عن كثرة الجماع. كثرة الجماع يا أخي تهلك الجسم. حتى أخبرني صديقي ذات مرة وهو يعمل في صيدلية، قال أكثر ما نبيع حبوب الجماع. قال والله يأتي الشباب وتستغرب، بعز شبابه يأخذ من هذه الحبوب، ويأتي كبار السن ويأخذ هذه الحبوب. يا إخواني الله المستعان، هذه الحبوب تسبب الجلطات والبلاوي وتسبب أمراض القلب، الله الله بالبعد عنها. اقنع بما يسره الله لك، وهي في الأول والأخير متعة دقائق وتنتهي، ولو طالت لمل الشخص منها وأرهقت الجسد. ثانيا الحيض. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالمحيض هو إجازة صحية للجسد. من هنا ندرك أن من الحكم اللطيفة لاعتزال النساء في المحيض أن جعل الله للرجل فترة راحة إجبارية للإنسان. فالإنسان إذا أدام الوطء الجماع أضر ببدنه، فجاء الشرع بهذا المنع ليحميك أيها الرجل من نفسك وليحافظ على نشاطك وصحتك. هذه نعمة. ولهذا تعجبت من قول بعض الشعراء حين ذكر أن الواحدة إذا حاضت فأنت تحيض معها وإن نفست فأنت أبو النفاس. يا أخي هذه فترة راحة للرجل ليعود إلى زوجته كالعريس، فإن النفس تتعب ويحصل لها ملل. كانت وقت استراحة للزوجين حتى يعودا بشغف ورغبة أكثر. ولهذا عدد يا مسكين لمن كان غير قادر على الوطء وعلى العدل وعلى كذلك أن يكون حازما حتى تتعب وتهلك من كل الجهات. فإذا يا أخي الاعتدال في الجماع مطلوب، فلا تكثر الجماع فإنه يرهق الجسد. ومن تمام العناية الربانية أنه أوجب الغسل بعد الجماع ليتطهر المرء ويستعيد حيوية جسده، فكأن هذا الماء يبث الروح في الأعضاء من جديد ويطفئ حرارة الإعياء والتعب. ختاما يا أيها المباركون، إن هذه الشريعة رحمة وصحة، ونظم لنا حياتنا لنبقى في أتم صحة وأسعد حال. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على كمال هذا النظام.